انتوا عارفين في كلمة كده لما بنسمعها كلنا بنحس ان احنا علينا جبل كده من المسؤوليات. الكلمة دي اول ما بتتقال في ناس كتير بيجيلها هبوط، اللي هي ايه؟ الروتين. اول ما بنسمعها بنفتكر الملل والزهق وحياة كده متكررة وكل حاجة زي كل حاجة مفيش فيها اي جديد. بس خلوني اقول لكم سر. الروتين ده يعني هو اللي حامي عقليتنا من الانهيار. صدقوني الروتين ده نعمة من ربنا. طيب تعالوا كده نقول الاول يعني ايه روتين. الروتين ده ايه اصلا؟ الروتين مش معناه انك عايشة في سجن، ولا الروتين ببساطة هو نظام امان انت اللي بتفصليه لنفسك ولبيتك. ولو عرفت اهمية الروتين هتحمدي ربنا وتشكري فضله. لما بنصحى ونبدأ نكنس ونشيل التراب ونغسل مواعين ونشوف كده اللي ورانا، احنا مش بننظف الارض بس او بنخلص شغل البيت، احنا بنرتب افكارنا وبنطرد الطاقة السلبية. وما بتبذلي مجهود بدني يعني بتشيلي عبء كبير من المجهود الذهني اللي بيخليكي ايه، او الطاقة السلبية اللي بتجيبش غير كسل وخمول. بتقعدي بقى تفكري في حاجات كانت مزعلاكي من سنين وتفتكريها وتسعلي عليها تاني. لكن طول ما انت مشغولة وبتشتغلي في البيت وبتعملي خلاص كده انت بتأدي مهام بيتك ومفيش وقت ان انت للتفكير في الحاجات دي. طب ليه الروتين مهم؟ يعني ليه بنعمل كده كل يوم او كل اسبوع؟ اول حاجة لانه بيوفر طاقة مخك. زي ما قلت لك، تخيلي كده لو كل يوم بتصحي تفكري يا ترى هعمل ايه النهاردة، هبدأ بايه، ده ورايا كذا وورايا كذا، طب هيتعمل ازاي، طب هلحق اخلص. هتلاقي اليوم ضاع في التفكير من غير ما عملت حاجة، وتلاقيكي كده هبطانة ومحبطة من غير برضو ما بذلت اي مجهود، والدنيا حواليكي زي ما هي. الروتين بيخليكي تتحركي اوتوماتيك كده، بتنجزي من غير ما تستهلكي مجهود ذهني. تاني حاجة، الروتين بيدي احساس بالسيطرة. عارفين بقى اللي هو احساس ايه؟ ان ده بيتي وانا اللي متحكمة في كل حاجة وانا اللي مسيطرة عليه. يعني بتحس كده ان دي مملكتك وانت مسيطرة عليها بجد. السيطرة على المكان اللي عايشة فيه، لما بنمسح الارض ونشوف بقى اللمعة والدنيا كده نظيفة وريحتها حلوة، بنحس ان احنا قادرين نتحكم في دنيتنا. حتى لو عندنا يعني 100 حاجة ملخبطانا ومسببة لنا قلق، النظافة والترتيب هما الحاجة اللي في ايدينا نصلحها في ثواني وتفرحنا. متفقين على كده؟ اعملي لايك للفيديو ده لو لسه ما عملتيش. طيب الروتين هو اللي بيحول الحيطة والأربع جدران لبيت فيه دفى وأمان. الروتين بيعلمنا الانضباط وبيخلينا نحب نفسنا وبيتنا. لما تفرشي السجادة وتعطري المكان، انت بتكافئي نفسك على المجهود اللي عملتيه، بتعملي لنفسك بيئة مريحة تقعدي فيها كده وتشربي كوباية الشاي أو القهوة أو أي حاجة كده بتحبيها كده بروقان وبمزاج. في الآخر الروتين مش عدوك، الروتين هو صديقك الصدوق اللي بيحافظ على سلامك النفسي ويخلي بيتك دايما منور. قوليلي بقى في التعليقات ايه اكتر جزء في روتين التنظيف بتحسيه بريح اعصابك، الكنس ولا المسح ولا الفرش؟ وما تنسيش تعملي لايك وشير لو الفيديو شجعك تقومي تظبطي الدنيا حواليكي. ما تقعدوش تشغلوا بالكم بالحاجات اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا، واحنا لازم نجدد في حياتنا ونخرج ونتفسح ونعمل حاجات كده ما حصلتش. لا، كل واحدة ترضى باللي هي فيه وتشوف ده ان بيتها هو مملكتها واحلى مكان في الدنيا. واحلى حاجة في الدنيا اللي هي الشغل اللي بتعمله في بيتها. احلى حاجة تقفي تعملي اكلة حلوة، تقفي تنظفي مطبخك، تشوفي الدنيا اللي حواليك، ترشي معطر، تحطي بخور. والله بصي ده كفاية كده ان ربنا هيكون راضي عنك وولادك هيكونوا راضيين عنك وزوجك، لانك مسؤولة عن بيتك. وبص هو البيت ده والاسرة دي هي اساس كل المجتمع. فانت لو مظبطة دنيتك ومظبطة حالك وراضية كده، كل حاجة هتكون حلوة، وكل حاجة ربنا اكرمنا بيها هي نعمة. ودايما نقول الحمد لله والشكر لله عشان ربنا يكرمنا ويزيدنا من فضله. و انا بقول الكلام ده لنفسي وليكو، يعني احنا كلنا مع بعض وكلنا زي بعض وبنعمل نفس الحاجة، فاحنا كده بنشجع بعض وبنعين بعض. اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الفيديو، ايه رأيكم في الكلام ده، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. الاول شوفوا كده بعد ما خلصت البيت ورشيت المعطر اللي هو معطر فريدة، بتحبوا اي ريحة اكتبوا لي بتفضلوا اي ريحة منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.